وبيبتدي الانمي بتاعنا النهارده بثلاثة من المغامرين، والعركة دايرة بينهم وبين وحش في الديمس، والوحش بيكون شبه الفار بس على كبير شوية، وبيجي مزود على الوحش وبيضربه بالسيف، وجولين كمان بتضرب الوحش بكرة من النار، وبيهزموا الوحش وبيكون معاهم وده الشخص من الطبقة الفقيرة، ومهمته انه يجمع بقايا الوحوش والموارد بتاعتهم، وبنعرف منه ان ملائكة النور بيدوا وظائف للاطفال اول ما بيتولدوا، ودي بتبقى وظائف ثابتة ما بتتغيرش مهما الشخص اتدرب وتعب واشتغل على نفسه كمان، انما ملائكة الظلام بيدوا قدرات للاطفال، والقدرات دي بتتغير مع التدريب، والوظائف دي بتتقسم لثلاث طبقات، واعلى طبقه فيهم الطبقات النادره، ودول بيبقوا عدد صغير جدا من الناس، ومعظمهم بيكونوا تجار اغنياء او شغالين في الحكومه، والطبقه التانية دي بتبقى الطبقه الرفيعه، ودول بيكونوا سحرة او سيافين، من الاخر كده ناس بتعرف تقتل. الطبقه الاخيره دي بتبقى طبقه العامه، ودول بقى الفلاحين والضعفاء اللي ما بيقدروش يقتلوا اي حاجه ولا بيعملوا اي حاجه. وكمان بنعرف ان الوظائف دي بتكون بالوراثه، يعني الطفل بيشتغل شغلانه ابوه، يعني ابن البواب بواب وابن التاجر تاجر، وبما ان ابوه وامه ماتوا وهو صغير فقرر انه يبقى مغامر عشان يبقى غني، وبنرجع وهو بيستخدم قدرته عشان يعرف الوحش ده نادر ولا لا، وايه المفيد اللي فيه، وبيعرف ان اسنان الفار دي مهمه، وبيحاول يقلع سنان الفار بس ما بيعرفش، وبيطلب من اللي معاه انهم يساعدوه لكن هما بيرفضوا، وزود بيضربوا، بيقوم يفتح بق الفار وبيطلع منه اسنانه، وهم ماشيين بيلاقوا وحش نادر ميت في الارض، وبيفرحوا اول ما بيشوفوه، وبيطلبوا من انه يجمع موارد الوحش ده، بس بيكون قلقان من وجود الوحش ده في المكان اللي زي كده، وعلشان المفروض يكون موجود في مكان تاني، بس زود بيزق كده بعيدة على الوحش وبيقول له يجمع الموارد بتاعته، وهم ماشيين تاني بيلاقوا نفس الوحش ميت، وكمان في طريقين مش طريق واحد، وين اول ما بيشوف الوحش والطريقين بيخاف وبيطلب منهم انهم يرجعوا، وبيكون حاسس ان في حاجة غلط علشان الخريطة اللي خدوها من النقابة مرسوم فيها ان في طريق واحد مش طريقين، بس هم بيرفضوا يهربوا وبيضغطوا على عشان يجي معاهم، وبيكملوا مشي وبيلاقوا عدد كبير جدا من الوحوش ميتة، وكمان عدد اكتر من الوحوش عايش، وبيخافوا كلهم وبيقرروا يهربوا، بس زود الندل بيطلب من جويل تعمل تعويذة شلل على علشان يعرفوا يهربوا من الوحوش، وفعلا بيسيبوا وبيهربوا، والوحوش بتهجم عليه، تأثير الشلل بيروح من على بيحاول يهرب بس بيلاقي الطريق مقفول، وبيروح من طريق تاني بيلاقيه في حفرة كبيرة قدامه، وبيكون ساعتها محاصر بين الوحوش والحفرة، فمش عارف يعمل ايه، بيقعد يعاتب في نفسه انه اتولد فقير وما عندوش اهل وانه لازم يموت، وبما انه كده ميت فقرر انه ينط في قلب الحفرة، وبيلاقي في قلب الحفرة مية في كل حتة، وكمان في شجرة كبيرة، بيغموا عليه وفجأة بتظهر بنته وبتبوسه، وبيفوق وبيلاقي شجرة كبيرة قدامه، وكمان كل جروحه واصاباته اللي كان مصاب بيها اختفت كلها مرة واحدة، وبيستخدم قوته على الشجرة الكبيرة، وبيعرف انها شجرة العالم النادرة، وبنعرف ان شجرة العالم دي هي الشجرة اللي جابت لهم القوة السحرية بتاعتهم، وان الشجرة دي المفروض ماتت من زمان وما عادتش موجودة اصلا، وبيشكر الشجرة وبيقرر انه يخرج من المكان ده، وبنشوف البنت اللي بسته وهي بتحاول تتكلم معاه بس ما بتعرفش، وبيخرج من المكان اللي هو فيه، هو ماشي فجأة ودنه بتتقطع، وبيحاول يمسك ودنه اللي اتقطعت منه بس صوابعه كمان بتتقطع، وبيهجم عليه وحش من الرتبة وبيقطع في جسمه ولسه كمان هيقتله، فجأة بيظهر وحش اكبر واقوى منه وبياكل الوحش اللي رتبته والوحش بيمسك وبيفعصه، ولسه هياكله وبيظهر طفلة صغيرة بتهزم الوحش بيغمى عليه، واول ما بيصحى بيلاقي نفسه عند الشجرة وقدامه بنت جميلة قوي، وبتظهر الطفلة اللي انقذته وبتشربه الشاي اللي البنت عملته له، والبنت دي اسمها يوري، والطفلة بتكون اور، ودي حارسة شجرة العالم، وبنعرف منها ان في 9 اشجار لسه موجودين في العالم، وكمان يوري بتكون هي شجرة العالم نفسها، او بمعنى اصح الروح بتاعتها، بياخد باله ان هو لسه عايش ومن غير اصابات، وعينه اللي اتدمرت رجعت تاني، فبيتصدم من اللي بيحصل، فاور بتقول له انها عالجته باستخدام المية بتاعة الشجرة دي، بس المية ما قدرتش تنقذ عينه، عشان كده استخدموا جزء من الشجرة علشان يعملوا له عين صناعية روحية، وبنشوف عين وهي مكونة من لونين، عين بني وعين زرقاء، فبيستغرب هي ليه بتنقذه كل شوية، فبتقول له انا بنقذك علشان انت شكرتني على انقاذك، واول مرة حد يشكرني على انقاذه، وبنعرف ان في ناس كتير وقعوا في الحفرة دي، ويوري كانت بتنقذهم بس ما كانوش بيشكروها، دول بالعكس اول ما بيعرفوا انها شجرة العالم بيسرقوا منها ورقها وفروعها وبيطلعوا يمشوا، وأور بتطلب من انه يمشي طالما كده خلاص خف وبقى كويس، بس يوري بتقول لها لا مش هينفع يخرج، لو خرج لوحده هيموت، وبيقعدوا يفكروا في حل المشكلة الصعبة دي علشان أور مش هتنفع تبعد عن يوري غير مسافة معينة بس، وكمان تعويذة الانتقال مش هتنفع في المكان ده، ويوري بتقعد تعيط لحد ما اقنعت أور، وفعلا أور بتقرر انها تدرب على القتال، وبيفرح قوي لدرجة انه بيحضنهم من كتر الفرحة، وبتبدأ أور انها تدرب وبتاخده في مكان يتدرب فيه، بيلاقوا هناك الوحش من رتبة اللي قطعت له ودانه، أور بتضرب الوحش علشان يهجم على وبتطلب من انه يتفادى كل ضربات الوحش، وبتقول له انه يستخدم عينه السحرية في تقييم الوحش، ولسه بيقيم الوحش بيروح الوحش قطع ودنه، أور بتعلم
بيعالج اين والوحش بيهجم عليه تاني، بس هو بيستخدم قوته وبيعرف ان الوحش هيهاجم رجله بعد 5 ثواني، وبيتفادى فعلا الضربه بتاعتها ولسه هيفرح الوحش بيهجم عليه تاني. بعد اسبوع تدريب اين بيتفادى كل ضربات الوحش بسهوله، بس برضه بيتغر في نفسه والوحش بيغفله وبيسيبه في ظهره. اور بتعالجه بتطلب منه المره دي انه يهزم الوحش، وبتديله اور سيف خشبي عشان يعرف يهزم بيه الوحش، وبيحاول اين انه يضرب الوحش بسيفه، بس الوحش بيتفادى كل ضرباته. اور بتقول له انه هيستخدم عينه السحريه، وفعلا بيستخدم قوه عينه، وساعتها الوحش بيتحرك بسرعه بطيئه جدا، وبيضربوا اين بالسيف وبيهزم الوحش بضربه واحده بس. بعدها بيظهر وحوش كتيره قوي واين بيهزمهم كلهم، وساعتها اور بتدخل على الدرس التاني، والدرس التاني ده بيكون انه يمتص قدره الوحش ويخليها ملكه، ويجرب اين انه يمتص قدره الوحوش اللي قتلها، وفعلا بيمتص قدره سرعه الوحش، بس جسمه ما بيقدرش يستحمل السرعه دي كلها، وعضلات رجله بتتدمر. اور بتعالجها تاني، وكل شويه يجرب ورجله برضه بتتدمر، وبرضه اور بتعالجه، وبيحاول اين ياخد قدره اور اللي هي كره النار، بس ما بيعرفش، وبعد محاولات كتير اخيرا بيستخدم قوه اور. وبعد ما بيخلص التدريب خالص بتاخد اور عشان يهجم على الوحش، بس اين بيكون متوتر جدا وخايف، بس اور بتزقه على الوحش وبيهجم اين على الوحش ده بكرات النار، بس ما بيجيبش ولا ضربه فيه، وبيستخدم سرعته وقوه الرياح وبيطير الوحش. بعدها بيستخدم كرات النار وبيهجم على الوحش وبيهزمه. بيلاحظ اين اخيرا انه بقى قوي جدا، وبيستخدم اين قوته وبيمتص قدرات الوحش، وساعتها بتقرر اور ان تدريب اين خلاص خلص وبقى قوي كفايه انه يخرج من الديمس. وبيرجعوا لشجره العالم، واور بتديله جوهره، والجوهره دي بتكون نواه الشجره، ودي اللي صنعوا بيها العين السحريه بتاعته. اور بتقول له ان هي هتصنع له عين جديده بالجوهره اللي هي اديتها له دي، كمان بتكون عامله عليها تعويذه ترجعه عند الشجره دي لو مات. ومش بس كده، ده يوري بتقدر تدخل في عين اين، وبكده يوري هتقدر تخرج مع اين. اور بتطلب من اين انه يخلي باله منها ويحميها، وكمان بتعمل تعويذه على ايده بتخليه يحتفظ باي حاجه هو محتاجها، ويعينها في مخزن، وبتديله سيف روحي حقيقي وبتحطه في عينه، وكمان بتديله كوره صغيره وبتحطها في بقه، وكمان ربطت عينيها بيه وتقدر تشوف اي حاجه اين بيعملها. وين بيسال يوري نفسك في ايه اعملهولك عربون شكر لانقاذك ليا، فبتقوله نفسي اشوف عيلتي، وبيقرر انه يدور على عيله يوري، وبيمشي اينه وبيخرج وبيلاقي طريقين، وساعتها ما بيعرفش هو هيمشي ازاي، بس اور بتكلمه وبتقوله في سهم قدامك امشي وراه ومش هتوه، وكمان بتعرفه ان في تعبان ضخم بيقرب منه، وبيستدعي اين السيف الروحي وبيقتل بيه التعبان اللي من رتبه اس، وبيكون مصدوم من زياده قوته. وساعتها اور بتمتص قدره التعبان وهي السم القاتل، بس اين كل ما بتمتص قوه اي وحش بيتألم جدا، بس المره دي ما حسش باي الم وبيكون مصدوم جدا. بتظهر يوري وبتقول له انها عالجته من الالم، وبيفرح اين قوي بيشكرها على انقاذه من الالم ده، وبيوصل لباب كبير وبيكون ورا الباب ده زعيم الديمس، وده اقوى الوحوش الموجوده في الديمس كله، فبيتوتر اين قوي لما بيعرف ان الزعيم ورا الباب. ساعتها بتظهر يوري وبتمسك ايده بتطمنه انه ما يخافش وهي معاه، وبيدخلوا جوه الباب وبيلاقي نواه المدخل، وبتظهر دايره سحريه وبيخرج منها زعيم الوحوش العملاق، وبيجري اين ناحيه الوحش، بس الوحش بيهجم عليه، بيتفادى اين اول ضربه، وبيستعد انه يصد تاني ضربه من ايد الوحش الكبيره، بس من قوه الضربه رجلين اين بتتكسر، وساعتها يوري بتعالجه تاني بسرعه كبيره جدا المره دي، بيصد اين ضربه الوحش، وكمان بيستخدم عليه السم القاتل وبيدمر ايده، وبيضرب الوحش كذا ضربه وبيطيره بعيد. وساعتها اور بتطلب من اين انه يستخدم تعويذه النار الخارقه، وفعلا بيستخدمها وبيحاول الوحش للتراب، وبعدها بيمتص قدرات زعيم الوحوش، واور بتنتقل عند اين، وكمان يوري بتظهر، واول ما بتطلب من اين انه يمتص قوه النواه، وبتلاحظ اور ان نواه الديمس هياها نواه شجره العالم، وبتقول لاين انه لما يمتص نواه الديمس ساعتها يقدر يخلي عينه الصناعيه دي قويه جدا. اور بتمتص نواه الديمس وبتطور بها عين اين، واول ما بيخرجوا من الباب بيتقفل. ومش بس كده، ده الحفره الكبيره اللي وقع منها اين اختفت هي كمان، ومحدش يقدر يوصل لشجره العالم دي تاني، وبيقرروا الثلاثه انهم يخرجوا سوا. وبنروح نشوف الندل زويد اللي باع اين وسلمه للوحوش وهرب، وهو بيقول للناس ان اين ضحى بنفسه علشان يقدروا يعيشوا، وفجاه بيظهر اين وراه وبيتصدم اول ما بيشوفه، وبيعرف الناس الحقيقه انهم شالوه وسابوه وهربوا، والناس بتقلب عليه وبيضربوه، بس اين بيدافع عنه وبيسيبه وبيمشي، وبيروح اين يهزم الوحوش كلها وبيمتص النواه بتاعتهم وبيطور بيها عينه. وهم ماشيين في الغابه بيسمعوا صوت صويت، وبيجروا على الصوت بيلاقوا وحوش بتهاجم على الناس، فبيهزموا الوحوش كلهم وينقذهم. واول ما البنت اللي انقذها بتشوفه بتقع في حبه وبتترمي في حضنه، والبنت دي بتكون فون الاميره الثالثه للبلد، وبيكون معاها جاسبر رئيس اشرطه صعبه لوحده علشان يظبط نفسه تاني ويظبط سمعته. وبيدخل الديمس السري اللي فيه اين، واول ما بيدخل للغابه بيقع في الفخ اللي عاملاه البينا، ولسه هيموت بس بيرجع للمكان اللي بدأ منه تاني، وبيسمع صوت بينا وهي بتقوله ان مفيش موت في الديمس بتاعها، وبيقرر انه قدام مش هيموت وهيقعد يحاول لحد ما يهزم الديمس، وبيحاول كل مره وبيموت وبيرجع تاني وبيقع في الفخاخ تاني. وهو ماشي بيلاقي تمساح كبير من الدرجه اس، ولسه هيطلع سيفه ويضربه، التمساح بيهجم عليه وبيدمر ايده، بيحاول يهرب من التمساح بس
بيهجم عليه تاني وبيفعص ايده لسه هياكله وبيدخل اين وبيقتل التمساح بضربه واحده بس من سيفه وبيهزمه. وبيتصدم زويد اول ما بيشوف اين وكمان بيشوف قوته كترت قوي. وين بيطلب من يوري انها تعالجه وفعلا بتعالجه وبيستخدم عليه تعويذه فقد الوعي وبتخليه يغمى عليه. وكمان بيعرف بينا ان زويد استسلم خلاص. وبيوصل اين للباب اللي فيه زعيم الوحوش. واول ما بيدخل ما بيلاقيش الوحوش وبيلاقي غابه بس. وفجاه الارض بتتحرك وين بيتصدم وبيطير في السماء. والوحش بيكون عباره عن سلحفاه كبيره قوي لدرجه ان حجمها بيكون حجم نص الغابه. وبيهجم إين عليها بكرات النار بس الوحش ما بيتاثرش باي حاجه خالص. والوحش بيهجم عليه بكره ميه كبيره بس إين بيصدها بالسيف بتاعه وبيردها في الوحش التاني. وبيلاحظ إين ان ضربات كرات النار اللي ضربها ما جاتش في الوحش ولا حتى ضربه كره الميه اللي رماها. فبيقرر انه يجازف ويقف قدام الوحش. والوحش بيدوس عليه برجله بس إين ما بيتاثرش بحاجه. ونظريه إين بتطلع صحيحه وان الوحش ده طلع وهم مش وحش حقيقي. وبيستخدم تعويذه بتشل الوهم. والوحش بيطلع سلحفاه صغيره جدا وبتمدحه قوره على معرفته بالوهم وهي نفسها ما قدرتش تعرف انه وهم ولا لا. وبيهزم إين الوحش وبيوصلوا لمكان بينا. واول ما يوري بتشوف اختها بتاخدها في حضنها. وبتقرر بينا انها تخرج معاهم وتدي إين نواه الروح بتاعها. السلحفاه الصغيره بتتحول لبنت صغيره واسمها كورو. وبتطلع بنت السلحفاه السوداء واللي بتكون وحش من الوحوش الاربعه المقدسه. وبتكون هي اللي بتحمي بينا نواه الديمس. وبتطلع كورو تعرف اور. وبيطلب إين من كورو انها تخلي بينا تخرج معاهم. فبتوافق وبتطلب منه انها تخرج معاهم. وبتديله نفس الكوره اللي اور اديتها له عشان تعرف تخرج معاهم. وكمان قدرتها الحاجز ودي قدره هتفيد إين جدا. فبيوافق إين انهم يخرجوا سوا. وبتطور اور عين إين. وبيلاحظ إين ان يوري مبسوطه قوي وهي مع اختها. وإين بتشكره على اللي بيعمله ليوري. وإين بتشجعه انه يلاقي اخوات يوري السته اللي فاضلين. وبنشوف زويد اول ما بيفوق بيفتكر ان إين اللي من طبقه العامه هو اللي انقذه وبيقعد يعيط. وتاني يوم بنشوف إين وجاسبر وهم رايحين للنقابه علشان يبيعوا الادوات اللي كسبها إين من الديمز. بس إين بيكون قلقان شويه علشان هو من الرتبه العامه اللي المفروض ما تقتلش وحوش اصلا. بس جاسبر بيطمنه وبيقول له ما تقلقش انا معاك. وفعلا كل الناس اللي في النقابه بتكون عارفه جاسبر. واول ما الموظفه اللي شغاله في النقابه بتقابل جاسبر بترحب بيه جدا وبتقول له استنى انده لك رئيس النقابه. بس بيوقفها وبيقول لها مش مستاهله تندهي رئيس النقابه. انا مش جاي لحاجه خاصه بيا. انا جاي النهارده ومعايا إين. فبتسال إين انت عايز ايه. فبيقول لها انا جاي ابيع الادوات اللي جمعتها من الديمس. وجاسبر بيقول لها انا هشتري الحاجات اللي هو هيبيعها. هتقول لي ليه بيعمل كده. هقول لك المخرج عايز كده. وبتطلب الموظفه من إين رخصه النقابه بتاعتها. وبتصدم اول ما بتعرف ان إين من الطبقه العامه. وكمان وظيفته جمع الموارد من الوحوش. بتقول لجاسبر انت متاكد من الراجل ده ومش حاسس انه بيضحك عليك. كل الناس اللي موجودين بيضحكوا على إين وبيقولوا انه مخادع. بس جاسبر بيقول لإين يوريهم الادوات بتاعته. فعلا لما بيوريهم الادوات وجثث الوحوش النادره جدا اللي قتلها بيتصدموا كلهم ازاي جاب الوحوش دي. ومعظمهم بيفكر انه سارق الادوات دي مش هو اللي جمعها. تظهر ميجان قائد نقابه المغامرين وبتسكتهم كلهم. وبتقرب من إين وبتلاحظ عينه الاصطناعيه. والموظفه بتشوف الادوات اللي معاه وبتتاكد انها حقيقيه 100%. وجاسبر بياكد لهم الكلام وبيقول لهم انا واثق ان إين يقدر يهزم الوحوش دي كلها. والموظفه طريقه اسلوبها بتتغير خالص وبتعجب ميجان بإين وبتقول له انا بحب الاشخاص الاقوياء. وبتطلب منه انه ينضم للنقابه بتاعتها. وبتمشي وبتقول له اكيد هنتقابل تاني. الموظفه بتطلب من إين انه يقعد يستناها لحد ما تقيم الادوات بتاعته. بس جاسبر بيوقفها وبيطلب من إين انه يوريها الادوات اللي جمعها من الديمس السري. وبتتصدم الموظفه وكل الناس الموجودين اول ما يعرفوا ان هو هزم الديمس السري. بيتجمعوا عليه كلهم بس إين بيتكسف وبيسيبهم وبيجري. إين بيروح يستحمى في الينابيع السخنه. وبيتفاجئ لما بيلاقي يوري وبينا معاه في الينابيع. ومش بس كده ده حتى اور بتنضم ليهم. فبيسيبهم إين وبيهرب منهم وبيقعد يتكلم مع كورو اللي بتشكره علشان بسببه الارواح وحراسها مبسوطين. بيقول لها لسه في 6 اخوات تانيين لازم يتجمعوا. فبتقول له كورو هم 7 مش 6. الاخت الاولى لسه عايشه واسمها ايكي ودي الاخت الكبيره والمفروض انها موجوده في العالم هي والحارس بتاعها. بس احنا مش عارفين مكانها فين ولا عارفين مكان الاشجار فين. وإين بيروح بعديها القصر وبيلاقي ميجان قاعده مع جاسبر. وجاسبر بيقول لميجان عايزه منك طلب معين. وميجان بتطلب منه انه يهزم بيهم. وده تنين من تنانين ملك الشياطين. والتنين ده استخبى بعد ما ملك الشياطين اتحبس. بس التنين ظهر قريب وهاجم التجار اللي هنا في البلد. وبتقول له انت الوحيد اللي تقدر تهزم التنين اللي رتبته اس. فبيتصدم إين لما بيعرف ان في رتبه اصلا اس ودي اكبر رتبه في العالم. وإين بيوافق على طلبها بسرعه حتى من غير تفكير. بعدها بيروح إين الصحراء عشان يدور على التنين. وور بتعرفه ان التنين ده تنين ارضي بيمتص التعويذات وبيخليها قوه سحريه ليه. وكمان بيقدر يحول الهواء العادي لقنابل تخترق الفضاء وبنسميها رصاصه الحلزون. وبيمسك إين السيف بتاعه وبيستخدم كره النار وبيخبطها في الرمل. وبيظهر التنين وبيقول له انا من ساعه ما الملك الشياطين رجع للحياه وهو ما اتهزمش ولا مره وعمره ما قابل حد اقوى منه. وبيساله التنين انت مين
مين وعايز ايه؟ فبيقول له انا اين وجيت اعلم عليك واهزمك. فبيضحك التنين جدا من كلامه وبيقول له انسان ضعيف زيك هيقدر يهزمني ازاي؟ بيقول له كمان ان ملك الشياطين لما رجع من الحياه اداله قوه كبيره جدا تخليه ما يتهزمش خالص. فبيستغرب اين جدا وبيقول له ملك الشياطين بتاعك ده يا صاحبي ما كانش قوي خالص. فبيتعصب التنين وبيضرب عليه رصاصه الحلزون، بس اين بيتفادى كل الضربات وبيهجم على التنين وبيقطع ايده وبيغطس التنين في قلب الارض وبيهجم على اين من تاني، بس المره دي بيهجم عليه من تحت الارض وبياكل اين، بس اين بيفرقع بطنه وبيخرج منه وبيهزم التنين. وبيفرح التنين انه اخيرا لقى واحد اقوى منه وعرف يهزمه. فبيساله التنين انت ازاي هزمتني؟ فبيقول انا كل اللي عملته اطلقت السحر كله جوه جسمك، وانا عرفت ان جسمك الخارجي هو اللي بيمتص السحر بس، انما من جوه جسمك الداخلي جسم كائن عادي. وبيقول له انا كمان عملت درع حمايه يحميني من كره النار اللي فجرتك، وكمان اول ما ظهرت لك عملت تعويذه وهم، وانت اول ما نزلت تحت الارض كنت بتراقب ساعتها الوهم بتاعي مش هنا، وانت اتهزمت بسبب غرورك. بيمتصين قدرات التنين ده وبيظهروا كلهم وبيشجعوه انه قدر يهزم التنين اللي مفيش حد يقدر يهزمه قبل كده. وبيرجعين قصر فون وبتقول له ابويا الملك عايزك، وبيظهر الملك وبيكون لطيف عكس شكله المخيف خالص، وبيشكروا الملك على انقاذه للبلده وهزيمه التنين وكمان على انقاذه لبنته، وبيديله الساعه مرسوم عليها شعار المملكه عشان يقدر يروح اي مكان بحريه. وبنشوف الناس وهي بتتكلم على انجازات اين واللي بيعمله، والناس ماشيين بيخبطوا في زود وهو شكله معفن وبيكون متضايق وبيكره اين قوي. فجاه بتظهر شيطانه قدامه اسمها ايكي. بنروح نشوف يورو وهي صاحيه من النوم وبتكون قلقانه جدا على اين وخايفه لما يقومش تاني، بس بينا بتدخل تطمنها وتقول لها ده مجرد تعب بسيط وهيقوم بالسلامه، وبتقنعها انها تطبخ حاجه لاين ياكلها لما يصحى. وبيقرروا انهم يروحوا السوق لوحدهم عشان يشتروا حاجات الاكل. وبنرجع تاني لزود والشيطانه وهي بتقول له انا ممكن اساعدك في اللي انت عايزه. وبنشوف اين وهو بيحلم لما كان ضعيف هو في الديمس ومع زويد، وزويد كان بيعامله معامله وحشه قوي وبيشوف نفسه والوحوش بتاكله. وفجاه الجثه بتاعته بتتكلم وبتقول له انت محظوظ بس مش اكتر، وانت كمامه من الطبقه العامه. وبيصحى اين من الحلم وهو مرعوب، بيلاقي اور قاعده جنب السرير بتاعه وبيحكي لها اين على الحلم الوحش اللي شافه. وبنرجع تاني لزويد والشيطانه وبنشوفها بتقول له انا هساعدك في انك تقتل الشخص اللي بتكرهه، وبتقول له ان الشخص اللي انت بتكرهه ده بيملك عيون الروح وعشان كده حصل على قوه كبيره، وبتقول له انت كمان محتاج عيون الروح عشان تبقى قوي زيه. وبتطلع عين شريره وبتحطها في نص دماغه وبتحول لوحش شرير بثلاث عيون وبيجري ينط فوق البيوت. وبيشوف جولين اللي كانت معاه في الديمس بيتعرس الشخص اللي كان واقف معاها وبياكلها. واول ما زويد بيتكلم بتعرفه جولين وبتقعد تعيط وبتقول له انا مستعد اعرف النقابه كلها ان انا اللي عملت تعويذه الشارع على اين وكمان هكون مراتك، فسيبني اعيش ما تقتلنيش. بس زويد ما بيسمعش كلامها وبيقطع راسها وبياكلها. بنروح نشوف يوري وبينا وهم ماشيين في المدينه وفجاه البيوت بتقع والناس بتجري من الوحش، ويوري بتشوف طفل صغير وهو مصاب وبيجري وبتروح تعالجه وبتجري على بيت الناس عشان تعالجهم. والشيطانه بتكلم زويد وبتقول له سيبك من اللي بتعمله ده وروح اقتل الارواح اللي بتخلي اين قوي. وبيروح زويد يهجم على يوري ولسه هيضربها بينا بتستخدم قوه الحاجز بتاعها وبتحبس زويد وبتاخد يوري وبتهرب. وزويد بيحاول يدمر القفص بس ما بيعرفش، بس الشيطانه بتقول له يستخدم القوه اللي اديتها له. فعلا بيستخدمها وبيدمر الحاجز وبيضربها بضربه واحده وبيجري ورا يوري، بس بينا بتستخدم الحاجز بتاعها تاني، بس المره دي زويد بيدمر الحاجز وبيضرب بينا وبيطيرها بعيد ولسه هيجم على يوري بتقف قدامه عشان تحميها. وزويد بيمسكها ولسه هيضربها اين بيتدخل وبينقذ يوري وكمان اور بتظهر وبيدخلهم اين كلهم في عينه وبيحاول اين يستخدم قوته عليه ويقيمه عشان يعرف هو قوي ولا ضعيف، بس ما بتظهرش له اي حاجه. وزويد بيهجم على اين بس المره دي بيضربه وبيطيره بعيد جدا، بيهجم عليه تاني فبيستخدم اين الحاجز بتاعه بس زويد بيدمره من تاني. والشيطانه بتقعد تراقب القتال وهي واقفه على البرج وبيهجم زويد على اين، بس اين بيتفادى كل ضرباته وبيهرب منه وبيطلع على سطح البيت وبس زويد ما بيسيبوش وبيطلع وراه وبيقول له انت ازاي عندك القوه الكبيره دي كلها زي قوتي وما بتستخدمهاش لمصلحتك الشخصيه. وبيوريه اللي عمله في جولين اللي ضحكت عليه وخانته وبيقول له انت شبهي بالظبط والمفروض فهمني، وانت كمان كنت عايز تنتقم مني لاني بتنمر عليك. وقبل ما اين يقول له لا ما حصلش ما كنتش عايز انتقم منك ولا حاجه، بتظهر شخصيته الشريره وبتقول له انت شبه الوحش ده وانت قمامه زي ما انت. ولسه يسمع كلامهم بتظهر يوري وبتدافع عنه وبتقول لهم اين مش شبهكم خالص وهو شخص لطيف وقوي. وحتى اور بتظهر وبتقول له انت شخص طيب وعمرك ما اذيت اي حد. وكلامهم بيأثر في اين وبيقعد يعيط وبتظهر عزيمه وقوه اين المخفيه وبيهزم شخصيته الشريره وكمان بيتفادى ضربه زويد وبيرد عليها بضربه وبيطيره بعيد وبيرجع تاني يهجم على اين، بس المره دي اين بيعمل الحاجز وزويد ما بيعرفش يكسره. اور بتقول له القوه اللي حصلت عليها 10% من قوه الروح بس، انما اين يقدر يستخدم 100% من قوه الروح وانت دلوقتي مش قد قوته. وبيطلب زويد من الشيطانه انها تزود قوته وفعلا بتزود قوته بيهجم على اين، بس اين
بيهزمه بضربه واحده من سيفه، وبيحاول ينقذه من الروح الشريره اللي ضحكت عليه، وفعلا بينقذه. وبيفكر إين في مين اللي ضحك على زويد لما عمل كده. وبنشوف إيكي وهي بتصلح عين الشيطانه اللي اتدمرت، وبتقول ان خطتها مشت زي ما كانت عايزه، والمشكله الوحيده اللي حصلت هي ان زويد فضل عايش وما ماتش، بس هي ختمت ذاكره زويد لما اتحولت لشيطان، وبكده مش هيقدر يقول مين اللي حول لشيطان. تاني يوم بنشوف يوري وهي بتطلب من إين انه يبوسها، بس إين بيتكسف وبيقول لها ما تهزريش معايا بقى، عيب بقى في ايه. بتقول له ما بهزرش يا عم، في ايه، ده حاجه اساسيه لازم تعملها بين الحارس والروح بتاعته. وبتظهر اورو وبتقول له للاسف دي حاجه ضروريه لازم تتعمل، والبوسه دي مهمه قوي عشان تزود الرابط بين الحارس والروح. فجاه بتظهر بينا وكورو عشان يتفرجوا على البوسه، بس إين بيكون مكسوف جدا ومتوتر، عشان كده كلهم سابوه خرجوا عشان ياخد حريته. وبيتفاجئ إين لما بيعرف انه مش هيبوسها في ايديها زي ما كان مفكر. ويوري بتستعد للبوسه وبتعمل له حركه بوز البطه، ولسه إين بيقرب منها عشان يبوسها بيتزحلق وبيبوسها في دماغها، واول ما بيبوسها بتزيد قوه عين الروح بتاعته وبتوصل للرتبه اس. ويوري بتكون مبسوطه جدا وفي نفس الوقت ميته من كتر الكسوف. وبنشوف إيكي وهي رايحه قصر الشيطان فالكو، وبتديله رساله من ملك الشياطين وبيقول له اقتل إين، بس فالكو بيرفض وبيقول لها انا ليه اتعب نفسي عشان اهزم القرد البشري ده. بتقول له ده مش قرد، ده قوي جدا لدرجه انه هزم التنين. فبيقول لها التنانين اقوى من الوحوش العاديه، انما مش اقوى مننا احنا الشياطين. وبتضحك عليه بكلمتين عشان تقنعه انه يقتل إين، وفعلا بيقتنع وبيفتح بوابه وبيجري على إين، وبيوصل لإين وبيقول له انا فالكو واحد من اقوى الشياطين وجاي اقتلك. وبيهجم عليه بس إين بيضربه واحده بالقلم زربوه على وشه بيطيره، وبيطير عليه وبيضربه بطلقه هوائيه وبيهزمه وبيمتص قدرته. وبتظهر كل الارواح وبتقول له انت بقيت قوي جدا لدرجه انك ممكن تكون اقوى من اور. وتاني يوم بيروح إين قلعه الملك وبيقابل فونو وبتسال إين انت جاي هنا ليه. بيقول لها محتاج ادور على حاجه في المكتبه المحرمه، والمكتبه دي محدش بيدخلها غير بامر من الملك نفسه وامين المكتبه، وحتى فون الاميره الثالثه للبلد ما ينفعش تدخل من غير امر الملك، عشان كده إين هو اللي بيدخل المكتبه لوحده. حتى الروح يوري ما بتعرفش تدخل المكتبه دي، ولا اور نفسها تقدر تنتقل انتقال آني. فبيقرر إين انه يدخل المكتبه لوحده، وبيدخل المكتبه وبيلاقي بنته بتقع من فوق، فبيجري عليها وبيمسكها قبل ما تقع. والبنت دي بتكون إليس امينه المكتبه، وقعت من فوق وهي بتقرا الكتاب. فبتساله إليس انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها انا جاي ادور على الديمس المخفيه عشان اساعد شخص عزيز عليا في انه يلاقي عيلته. وبتديله الكتاب اللي فيه كل المعلومات عن الديمس المخفيه، وبتساله يوري اخبارها ايه. فبيستغرب هي عارفه يوري منين. فبتقول له العين اللي معاك دي نواه روح يوري، وانا كمان روح شجره العالم زيها. وبنشوف إين وهو بينتقل للديمس المخفي اللي موجود في قلب الكتاب، ومعاه يوري وبينا. ويوري بتقول له انا واثقه في اختي الكبيره انها ادتك الكتاب الصح. فبيقول لهم انا لما ارجع المكتبه هبقى اسالها بنفسي. وبيعتذر ليوري عشان هي مش عارفه تقابل اختها إليس الكبيره، بس بيوعدها انه هيلاقي طريقه يخليهم يشوفوا بعض بيها. وفي نفس الوقت بنشوف إليس وهي بتراقبهم، وبتظهر اكا الحارسه بتاعت إليس وبتقول لها انت ليه ما اديتوش الكتاب اللي فيه الديمس السر بتاعنا عشان يحررك وتقدري تشوفي يوري واللي معاها. فبتقول لها انا خايفه من العالم الخارجي والبشر اللي بره دول عشان هم اللي قتلوا اختي الكبيره. بس اكا بتقول لها ان بتاعتها. وتاني يوم بيروح إين قصر جاسبر وبيلاقي ميغا وجاسبر هناك، وجاسبر بيقول له ان الملك طلب منه طلب مهم خاصه، والمهمه بتكون انه يقتل الشياطين اللي موجوده حوالين البلد، ومفيش اي حد يقدر يعمل المهمه دي غيرك، حتى المغامرين الاقوياء ما يقدروش يهزموا الشياطين. بيوافق إين على المهمه وبيقنع اورو انها تساعده، وكل الارواح اللي معاه بتقرر انها تساعده في القتال ده. وبنروح نشوف مجموعه كبيره من البشر وهم رايحين عند التنين هيدرا، هم فاكرينه الاله بتاعهم وبيسجدوا له عشان ينقذهم. وهيدرا ده تنين بحري له 6 رؤوس، وجايين يضحوا بالطفله الصغيره عشان هيدرا ما يقتلهمش. والاب بيطلب من بنته انها تروح لهيدرا عشان ياكلها. فعلا البنت بتروح لهيدرا عشان ياكلها، بس الاب ما بيستحملش وبيجري على طول عند بنته وبيقول لهم كلنا انا كمان مع بنتي. بس هيدرا بيقول لهم انا ما باكلش الرجاله، وكان اتفقنا انكم تسلموني بنت كل شهر واحنا مش هندمر القريه بتاعتكم، بس انتم كسرتم الاتفاق ده وعصبتوني. بيستخدم عليهم غاز سم ولسه هياكل البنت. فبيدخل إين وبينقذ الطفله. وور بتقول ان هيدرا ده تنين رتبته اس وقدرته انتاج السم والدواء، والسائل اللي حوالين جسمه ده مليان بالسموم. وين بيطلب من يوري انها تعالج الناس، وفعلا يوري بتعالج كل الناس من السم. بيستخدم يوري السيف بتاعه وبضربه واحده بس بيقطع هيدرا لحتت صغيره، وكمان بيمتص قدره التنين هيدرا. والناس بتشكر إين على انقاذهم ليهم. وين بيسالهم هو فين زعيم القريه، واول ما بيقول لهم كده ملامح الناس بتتغير وبتتقلب حزينه، وبيشكروه وبيمشوا. بس الطفله الصغيره بتجري عليه وبتشكره على انقاذها. وين بيروح يقابل زعيم القريه وبيدخل القصر بتاعه،
بتاعه، وبيقابل الزعيم نيغون وبيساله عن الشياطين اللي بدات تظهر في البلد. بس نيغون ده بيقول له مفيش اي شياطين في البلد عندي، وكمان احنا جنبنا غابه الهواي، والغابه دي مليانه بالوحوش، فالناس اكيد قصدهم على الوحوش مش الشياطين. وبيطلب من إين انه يعرفهم ان مفيش اي مشاكل في البلد بتاعته. بس إين بيقول له انا هدور في البلد برضه واتاكد بنفسي. وكمان بيعرفوا ان اهل البلد مش مبسوطين، وانه لسه هازم التنين هيدرا قبل ما يجي. واول ما نيجون بيسمع انه قتل هيدرا بيتصدم لدرجه انه بيوقع الشاي اللي كان بيشربه، وبيقول له هيدرا اللي كان بيحمي القريه بتاعتنا، ودلوقتي الوحوش هتهجم على القريه. فبيتعصب عليه إين وبيقول له هيدرا كان بياكل البنات عشان ينقذ الناس. فبيتعصب نيجون عليه وبيقول له انت اكيد مش هتفضل عايش في البلد علشان تحمي الناس، وانا مهمتي احمي البلد اللي ورثتها من ابويا. وبيمشي إين وهو قلقان وعمال يفكر في كلام نيجون. بس هيوري بتظهر وبتطمنه وبتقول له اعمل اللي انت شايفه صح. ونيجون ده بيروح يشتكي للشيطان اللي في قلب المرايه واللي واخد شكله وبيتكلم معاه واسمه شادو، وبيقول له ان هيدرا اتهزم وعايزين نشوف بديل ليه. بس شادو بيقول له سهل ان احنا نلاقي بديل، والمشكله هتكون في إين. وبيقنعه ان إين مش انسان طبيعي وانه هو الشيطان بنفسه، عشان تحمي بلدتك منه لازم تقتله. وفعلا بيضحك عليه. وشادو الشيطان بيستغل نيجون عشان يتحكم في جسمه. وبنشوف إين هو بيدور على اي حاجه في البلد تفيده، وكل ما يقابل حد ويساله عن زعيم البلد ملامحهم تتغير وبيجروا. بس إين بيقرر انه ما يستسلمش. بيلاقي واحد قاعد فبيقول له ينفع نتكلم شويه؟ بيقول له مفيش مشكله او مفيش حاجه نتكلم فيها. بيعرفوا ان في مغامرين كتير جم هنا، وكمان الشرطه جت هنا ما عملوش اي حاجه ومشوا، وانت اكيد هتكون زيهم. وبيوريه الارض بتاعتهم اللي متدمره، وبيقولوا ان الوحوش دمرتها بعد موت هيدرا، واحنا دلوقتي يا اما هنموت من الجوع يا اما الوحوش هتاكلنا. بس إين ما بيستسلمش وبيستخدم قوته وبيزرع الارض بتاعته، وكمان بيطلع النبات من الارض. ومش بس كده، ده بيصلح السور اللي كان متكسر. وبيطلب من الراجل انه ما يستسلمش وانهم يخلوه ينقذهم. وساعتها بيضحك الراجل وبيقول له انت تاني واحد تطلب مني الطلب ده. وبتعرف منه ان ابوه نيجون هو كمان طلب منهم انهم يخلوه ينقذهم، وفعلا انقذهم. بس من ساعه ما نيجون مسك حكم البلد دي والتنين هيدرا ظهر والبلد بدات تخرب واحده واحده. وبيقول له انا واثق فيك انك هتلاقي حل وتنقذ البلد دي. وبيمشي وبيشوف إين مجموعه كبيره من الوحوش داخله على القريه. فبيقرر إين انه يقتل الوحوش كلهم ومش هيخليهم يقربوا من القريه دي. وبيستعد إين انه يهزم على الوحوش دي كلها. بس الناس اول ما بيشوفوا العدد الكبير من الوحوش بيفقدوا الامل وبيستسلموا. بس إين بيطلب منهم انهم يرجعوا ورا، وبيطير وبيضرب الوحوش ضربه قويه بطلقه هوا. بس ما بتاثرش حاجه في العدد الكبير ده كله، والوحوش بتطير ناحيه إين. بس إين بيهزمهم وبيهزم عدد كبير منهم، بس عدد الوحوش كبير قوي. والناس بيشوفوا إين وهو بيهزم الوحوش دي كلها وبيتعجبوا جدا لقوته، وبتهجم عليه الوحوش. بس إين بيستخدم قوه سيفه وبيهزم الوحوش كلها بضربه واحده. بس بيقع على الارض من كتر التعب. وبتظهر يوري وبتعالجه، وبتجري عليه الطفله الصغيره وبتشكره، واهل القريه كلهم بيشكروه، والناس كلها بتتشجع وبيظهر الامل عندهم من تاني. بيقرروا انهم يعيشوا حياتهم وما يستسلموش، كمان ما يمشوش ورا نيجون. ولسه بيتكلموا بيلاقوا نيجون واقف وراهم. بس نيجون الغبي بيقول لهم ان إين هو الشيطان وبيضحك عليكم عشان تسمعوا كلامه وتتبعوه. بس الناس بيقولوا حتى لو فعلا إين الشيطان فده احسن بكتير من الوضع اللي كنا فيه واحنا بنسمع كلامك. فبيتصدم نيجون من كلامهم. بيقول لهم انا كنت عايز احمي البلد. بس في واحد منهم بيقول له البلد اللي انت عايز تحميها دي احنا جزء منها، واحنا مش عايزينك حاكم لينا اصلا، احنا محتاجين واحد يقاتل معانا زي ابوك. فجاه نيجون قلبه بيوجعه وبيطلب مساعده من شادو، وبيطلع مرايه على شكل الشيطان. وإين بيحاول يقيم المرايه دي بس ما بيعرفش. بيعرف ان في حاجه هتحصل وحشه لنيجون زي ما حصل مع زويد، وبيحاول إين ينقذه. بس بيظهر ظل حوالين نيجون وبيمتصه، وبيدخل نيجون جوه الظل والشادو بياخد شكله، وبيضحك عليه وبيقول له اقتل كل اللي ما بيسمعش كلامك زي ما قتل ابوه. فبيتصدم إين وبيقول له ابويا كان تعبان عشان كده مات. وبنرجع شويه للماضي وبنشوف ابو نيجون وهو بيساعد الناس في زراعه الارض. ونيجون بيجري عند ابوه وبيقول له ارتاح، وبيكون قوي جدا وشجاع وطيب وكل الناس بتحبه. بس ابنه نيجون جسمه ضعيف وكل شويه بيقع، هو ماشي بيقع على الارض. فبيطلب منه ابوه انه يروح يلعب مع الاطفال، وبيروح يلعب مع الاطفال. بس الاطفال ما بيرضوش يلعبوا معاه عشان هو عنده مرض معدي، واهلهم قالوا لهم ما تلعبوش معاه. فبيمشي وهو ماشي بيسمع الناس بتقول عليه ايه، وبيقولوا عليه ان هو مش ابن الزعيم القريه وانه لاقاه قدام الغابه. فبيجري نيجون وبيقع على الارض. وساعتها بيشوف شادو اول مره في قلب المرايه اللي هو على الارض وهو واخد شكلها، وبيقول له انا صديقك الوهمي وما تقولش لحد عني. وفعلا نيجون بيقعد يلعب مع الشادو كتير. وفي مره نيجون بيشوف ابوه تعبان، وبيقول لشادو انه عايز يساعد ابوه، وعشان كده شادو بيقول له نيجون انه هيعمل له وصفه تساعد ابوه. وفعلا نيجون بيعمل وصفه علشان تعالج ابوه، وبيشربها ابوه. بس ساعتها ما تحسنش، بالعكس ده تعب اكتر. ومن ساعتها نيجون كل شويه يعمل الوصفه لابوه عشان يخف. وفي مره عمل الوصفه وراح يديها لابوه لقاه ميت، وبيجري على الشادو وبيقعد يعيط جنبه وبيقول له انا دلوقتي هعمل ايه؟ عمري ما اقدر هحمي قريه ابويا. بس الشادو بيطمنه وبيقول له انا معاك وهساعدك في حمايه القريه. نرجع تاني للشادو وهو بيقول لنيجون انت اللي قتلت ابوك. بس نيجون ما بيصدقوش وبيقول له ابويا
ابويا مات تعبان. فبيقول له شادو الوصفه اللي كنت بتعملها لابوك ما كانتش وصفه علاجه، ده كانت وصفه سامه وهي اللي قتلت ابوك. بس نيجون بيكدبه بيقول له النبته كانت موجوده في الكتاب انها بتشيل السم. فبيقول له دي نبته سامه جدا، انا عدلت الكتاب عشان ما تاخدش بالك وتقتل ابوك. وكمان لما قلت لك ان إين هو الشيطان انا كدبت عليك، انا الشيطان وهو مش إين، وانا كانت خطتي اني اتحكم في ابوك عشان اخلي البشر يروحوا عالم الشياطين. بس ابوك كان قوي جدا وما ادانيش فرصه اتحكم فيه، بس انت ضعيف وكان سهل قوي اتحكم فيك. وبيقول له بسببك انا عرفت اودي بشر كتير لعالم الشياطين. وبيقعد يضحك عليه وبيستفز نيجون، وبيقدر اخيرا يسيطر على الجسم بتاعه. وشادو الشيطان بيظهر لإين وبيهجم على إين وبيقول له انا عارف انك مش هتهجم عليا عشان لو قتلتلي نيجون هيموت هو كمان. وبيطلع شادو ظل من حواليه وبيهجم بيه على إين، بس إين بيتفادى كل هجماته وبيحبسه جوه الحاجز. بس شادو بيدمر الحاجز بسهوله، وكمان بيستدعي عدد كبير من الوحوش عشان يهجموا على البشر. بس إين بيجري عليه بسرعه وبيهزمهم وبيعمل حاجز حوالين الناس عشان الوحوش ما تهجمش عليهم. بس شادو بيدمر الحاجز ده وبيستدعى كل الوحوش من تاني وبيهجموا على البشر. وبيعمل إين كذا نسخه منه علشان يقتلوا الوحوش، بس الوحوش بتكون اكتر من عدد النسخ اللي عملها ولسه هيزود عدد النسخ. بس شادو بيستغل الفرصه وبيضربه كذا ضربه ورا بعض، وبيستخدم إين الدرع بتاعه عشان يحمي نفسه من هجوم شادو لحد ما يفكر هيعمل في هزيمه شادو ازاي وانقاذ نيجون في نفس الوقت. وبيقعد يفكر انه مش هيعرف ينقذ نيجون غير لما يبعد شادو الاول عن جسمه. بس شادو بيقعد يستفزه بيقول له لو ضحيت بنيجون او قتلته ساعتها هتقدر تهزمني وتنقذ بقيه الناس وتحميهم. بس إين بيقول له انا مستحيل اضحي بحد علشان انقذ بقيه الناس. وبيحاول إين ينده على نيجون عشان يفوقه، بس شادو ما بيسكتش وبيقعد يضرب في إين، وإين ما بيستسلمش وبيقعد يقرب منه. وحتى الارواح بتقول له استسلم وما تتعبش نفسك. بس إين بيتخيل ضحكه نيجون مع بقيه الناس وبيوصل لشادو وبيخبطه خبطه بالدماغ. وبنشوف نيجون وهو في قلب الظل وعمال يقول له انا لازم اموت، انا بسبب اتاذى ناس كتير قوي. بس ساعتها بيسمع صوت إين وبينده عليه وبيقول له ما تستسلمش، انت قلت انك هتحمي البلد باللي فيها. وساعتها نيجون بيفتكر كلام ابوه وقد ايه كان اهل القريه بيحبوه جدا. وبنرجع نشوف الوحوش وهي بتهجم على اهل القريه، وساعتها اهل القريه بيدافعوا عن نفسهم. وفي واحد منهم بيقول لهم ان في شيطان بيتحكم في نيجون واحنا لازم نساعده وما نسيبهوش كده. وبيقرروا كلهم انهم يساعدوا وينقذوه. وبنرجع لنيجون وهو بيقرر انه ما يستسلمش ويخرج للنور. وبنروح نشوف شادو وهو بيفوق وبيهجم على إين، بس ما بيقدرش يتحكم في جسمه. وبيحاول نيجون انه يسيطر على جسمه بس ما بيعرفش، وبيمسك السكينه وبيقتل نفسه. وين لسه هيتدخل عشان ينقذه بتظهر اورو وبتمنعه. وبنشوف نيجون وهو بيتكلم مع شادو بيقول انا كنت عارف انك مش حقيقي ووهم، بس انا عملت نفسي ان انا مش عارف مع انك خنتني واستغلتني وضحكت عليا واذيت الناس كلها بسببي، بس لسه لحد دلوقتي معتبرك صاحبي. بس شادو بيقول له انت بالنسبه لي واحد بستغله عشان مصلحتي، وانت ضعيف جدا لدرجه اني ما بحبش اشوفك. وشادو اخيرا بيسيب جسم نيجون وبيخرج على البنت عشان يسيطر على جسمها. بس إين بيرمي السيف بتاعه عليه وبيقتله. وبيجري إين عشان يعالج نيجون وبيحاول يستخدم قوه هيوري علشان ينقذه ويعالجه، بس بيلاقي نفسه مفيش نتيجه من العلاج اللي بيعمله ولسه هيستسلم. بتظهر هيوري وبتساعده وبتقوله ما تستسلمش. وبيحاولوا هما الاتنين يعالجوه وبيتكلموا معاه عشان يخرج من الظلام، وفعلا بيقدروا يعالجوه وينقذوه ويخرجوه بره الظلام كمان. بس اول ما بيفوق بيتعصب عليهم بيقول لهم ليه عالجتوني، كنت سبتوني اموت عشان عايز اكفر عن ذنوبي. بس إين بيقول له انا قلت لك انا مش هضحي بحد حتى لو التضحيه دي هتنقذ بسببها مئات الناس. وبيجي اهل القريه وبيقولوا له لو سيبناك تموت هنا ما كناش هنكون مبسوطين، وكمان ما تفكرش ان الموت هيخليك تكفر عن ذنوبك. بيتعصب عليه قوي واحد من اهل القريه لدرجه انه بيعور ايده من كتر الغضب، وبيقول له انا بكرهك جدا بس موتك مش هيرجع اهل القريه اللي ماتوا، عشان كده هنسيبك تهرب ولازم تكفر عن ذنوبك بالشغل. وبتتعب هيورو من كتر استخدام قوتها فبيشيلها إين وبيوديها عند الشجره عشان ترتاح. وبيتضايق إين قوي بسبب الشياطين اللي بتستغل البشر الضعفاء وبيصمم انه هيقتلهم ويخليهم يدفعوا الثمن عمايلهم دي. وبنشوف شادو وهو بيتحول لوحش صغير عشان يهرب، بس الفقر بينا وإيليس بيشوفوه وبيحبسوه جوه الحاجز. وبيروح عليه إين وبيسأله انتوا ليه عايزين تقتلوني وايه هدفكم اصلا. بس شادو ما بيردش وبيقول له على السبب، فبيقرر إين انه يقتله. بس شادو بيخاف وبيقول له على الحقيقه بس بشرط انه يسيبه يهرب. وبيقول له ان في حد امره انه يقتله ولسه هيقول له على مين اللي امره يقتله. بيتفرقع جوه الحاجز. بنعرف انه عليه لعنه اول ما يقول على المعلومات المهمه بتفرقعه نفسها. وبعدها القريه بيشكروه على انقاذهم. ونيجون بيطلب من إين انه يفضل معاهم عشان يحمي القريه من الوحوش. وتاني يوم بنشوف إين وهو عند الملك، والملك بيقول له ان نيجون طلب منه انه يبقى زعيم القريه، وكمان سلم نفسه وانه عايز يساعد اهل القريه بس بعد ما ياخد عقوبته ويخرج من السجن. وبكده يبقى إين بقى من الطبقه النبيله وما بقاش من الطبقه العامه، وبيقبل إين المنصب الجديد وكلهم بيباركوا له على المنصب الجديد اللي بقى فيه. وبنروح لقصر ملك الشياطين نسمع الشياطين وهي بتتكلم عن إين اللي قتل 2 من اقوى الشياطين اللي عندهم. بيقولوا كمان ان الشياطين النبلاء ال5 دول مش اقوياء زي ما بيقولوا
بيقولوا. وقبل ما يكمل كلامه بتظهر اقوى شيطانه فيهم وبتطير رقبته من غير ما تلمسه حتى. والشيطانه دي اسمها ايونا، ودي اعلى رتبه في نبلاء الشياطين. وكمان بنشوف ايكي وهي بتراقب اين، وايونا بتروح تسالها انت مهتميه بالضعيف اين ليه كده. بتقرر انها لازما تختبره بنفسها وتعرف ان هو يستاهل ان ايكي تهتم بيه ولا لا. وعشان كده ايكي بتطلب منها انها تجيب روح من ارواح شجره العالم، وانك هتقابل نيل اللي بيدور هو كمان على الارواح دي، وساعتها تقدر تختبر اين براحتها. بنروح نشوف اين وهيرو بتقول له هتاكل ايه النهارده. وكمان بيتكلموا وبتدخلوا عليهم اليس وبتقول لهم انها كانت بتستخدم عين الايليف، كانت بتدور على اخواتها عشان يتجمعوا سوا مع بعض من تاني. هم قاعدين بيتكلموا بتظهر واحده ما يعرفوهاش معاهم في نفس الاوضه، والبنت دي بتطلع اختهم الكبيره كروش. وكروش بتقول لهم ان في شيطانه راح عند روح ماي اختهم الصغيره، والشيطانه دي قويه جدا ومحتاجين يساعدوا اين. وإين بيفكر ان حارسه ماي هي اللي بتحميها دلوقتي، بس كروش بتقول له ان حارسه ماي ماتت من زمان. فبيتضايق اين وبيفكر ان ماي هتموت، بس كروش بتقول له انا بقيت حارسه ماي. فبيستغرب اين عشان المفروض ان روح شجره العالم ما ينفعش يتحركوا بعيد عن الشجره، بس اليس بتقول له ان الارواح الكبار اللي ردتهم عاليه بيقدروا يتحركوا براحتهم في اي مكان. وكروش بتقول لهم انا دلوقتي بحمي ماي من الشيطانه، واللي واقفه معاكم دلوقتي دي نسخه مني. واليس بتقول لكروش انت مش قادره تهزمي الشيطانه حتى لو استخدمت عينك الشريره دي. بتقول لها لا اقدر اهزمها لو استخدمت كل قوتي، بس ساعتها ممكن ادمر شجره العالم بالمكان اللي فيه عشان ما اقدرش اتحكم في قوه العين. وبيلاحظ انها لابسه قناع على عينيها علشان يختم قوه عينيها. وكمان بيعرف ان الشيطانه قويه جدا لدرجه ان كروش مش عارفه تهزمها بقوتها. بيروح إين والارواح الغابه عشان يهزموا الشيطانه دي، وبيجري إين بسرعه كبيره عشان يلحق ينقذ ماي. هو ماشي بيلاقي شيطانه شبه النحله مستنياه ومعاه عدد كبير من النحل، وبيظهر وحش كبير بس الشيطانه بتخلي النحل بتاعها يهجم عليه ويهزمه. والنحل بيهجم على إين بس إين بيتفادى كل النحل بسرعه كبيره جدا، وبيضرب الشيطانه بالسيف في ظهرها، بس الشيطانه بتتحول لنحله وبتهرب. وبيستخدم إين تعويذه كبيره وبيدمر بيها كل النحل الموجود. والشيطانه بتحاول تهرب وبتلاقي مدخل ولسه بتخرج منه بتلاقي ايونا في وشها وبتقتلها. اول ما إين بيشوف ايونا بيعرف انها قويه جدا ومختلفه عن الشياطين اللي واجههم، وفي ثانيه بتنقل إين ورا ايونا وبيضربها، وايونا بتستغرب من سرعته وبيضربها كذا ضربه ورا بعض بس بسرعه كبيره، بس ضرباته ما بتاثرش فيها. وبتضحك ايونا عليه وبتقول له من زمان محدش ضربنا قوي كده. وبتضرب كذا ضربه شبه طلقات الليزر اللي بتجري ورا الهدف لحد ما تقتله. وبتقول له ان الطلقات بتاعتها مهما تفاداها او صدها هتفضل تجري وراه لحد ما تقتله، بس إين بيصد ضرباتها وبيرد عليها. وإيونا بتحاول تتفادى الضربات بتاعتها اللي متعوده انها تتفاداها، بس المره دي ما بتعرفش تتفاداها خالص. وإين بينتقل بسرعه وراها وبيقطع دماغها، بس ايونا حتى بعد ما راسها اتقطعت لسه عايشه. وإين بيقول لها انت ضعيفه جدا اضعف من اي وحش موجود هنا. وبتظهر بوابه بتاخد راس ايونا وبتمشي، وهي بتمشي بتقول له هقتلك في المره الجايه اللي هنتقابل فيها. وإين لسه هيجري وراها بس اور بتقول له سيبك منها، اهم حاجه دلوقتي نطمن على ماي وكروش. وبيوصلوا للحاجز اللي بيحمي ماي، بس ماي بتشيل الحاجز بعيد عنهم. وبيدخلوا الباب وبيلاقوا كروش مستنياهم. اول ما يوري بتشوف كروش بتجري تترمي في حضنها، وبينا وكروش عندهم تحيه معينه بيرحبوا بيها مع بعض. وين بيدور على ماي وبيلاقي طفله صغيره قوي بتكون نايمه، وبيدوس إين على جذع شجره صغيره. وبتصحى ماي من النوم وهي خايفه من إين، بس يوري بتتدخل. واول ما ماي بتشوفها بتنط في حضنها وبتجري على اخواتها وترحب بيهم. وبتقول ليوري تبعد عن إين عشان مفكراه هو الشرير اللي كان بيضرب فيهم، بس يوري بتقول لها إين هو اللي هزم الشرير. واول ما بتعرف كده بتطلب من إين انها تقعد عند رجله، وكمان بتخليه يشيلها وبيطير بيها فوق. بس إين شالها وطار بيها عالي قوي، وكل اخواتها مفكرين انها تقعد تعيط لمده اسبوع. بس ماي بتقعد تضحك وبتقول لإين انت خلاص كده بقيت من الناس اللي بحبهم. وماي بتقرر انها تروح معاهم. بيسأل إين كروش هتيجي معانا وانت كمان ولا لا. فبترفض في الاول عشان تحمي شجره العالم، بس هو بيقنعها وبيقول لها هسيب نسخه مني هنا واعمل حاجز يحمي الشجره. ساعتها بتوافق تروح معاهم. يوم احلى من اليوم اللي قبله. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا النهارده. لو عجبك يا صاحبي ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدي لايك للقناه. سلام.